السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب كل مشتركي الأعزاء، كذلك كل متابعين الجدد واللي راهم يشوفوا فينا أول مرة. يشرفنا لو تنضموا للقناة وتشتركوا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كذلك حبيبتي ما تبخلوش علينا بلايك. اليوم إن شاء الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نعرفوا بلي في العيد الكبير يعني إحنا كامل كجزائريين نطيبوا بطاطا مقلية أو الفريت. اليوم جبت لكم واحد طريقة رائعة، نحن دائما نحضروها مع كبدة مشرملة أو مقلية، كذلك مع المشاوي نحضروهم في عيد الأضحى. أي حاجة يعني أي طبق نطيبوه رانا نرافقوا معاه الفريت. على هذيك جبت لكم هذه الوصفة الرائعة، تجي مقرمشة من برا طرية طيبة كي الزبدة من الداخل. نضفت لها واحد المكون زاد لها قرمشة وبنة. إذا ما عليكم غير تشوفوا هذا الفيديو من الأول للأخير باش تدو كامل الطريقة والوصفة. الوصفة تاعنا هي، أنا كيما راكم تشوفوا عندي هنايا حبات تاع البطاطا. أنا تقريبا استعملت كيلوغرام، لكن كل وحدة تستعمل على حساب الكمية، يعني على حساب العائلة تاعها. إذا هنا بعد ما قطعت غسلت البطاطا تاعي مليح، جبت لهنا القشارة وقشرتها، نقشروها كامل مليح هكذا. بعدها نجيب لهنايا غيسيبيو، حطيتها غسلتها وحطيتها جانبا في هذا الغيسيبيو. شوفوا حطيت ماء بارد. نجيب لهنا البطاطا اللي كنت قشرتها، نبدا نقطع فيها. شوفوا هنا الطريقه تاعي، يعني كل وحده بالطريقه تاعها، لكن باش نحب هذوك الفصوص كامل اللي يجوني قد على هذيك راح ندير هذه الطريقه، لكن اللي ما عجبتهاش تقدر تستغنى عليها. نحي هذوك يعني من الفوق، نحط البطاطا تاعي ونجي لهنا نقطعها هكذا من الفوق، رايحه نقليهم في الاخير. لكن بقد باش يجونا يعني هذوك الفصوص كامل قد هنا نجي هكذا نقطع البطاطا شرائح عادي، يعني ما كاش اللي ما تعرفش تقطع بطاطا مقليه. هنقطعها هكذا على شكل طولي بهذه الطريقه. نقطع كامل البطاطا تاعنا ونروح نحطها لداخل هذاك الريسيبيو اللي درت فيه الماء البارد. نروح كذلك نكمل الكميه تاع البطاطا كامل، وهالطريقه اللي تشوفوا فيها يعني نحيت شويه من الفوق وشويه من تحت، ماشي شرط ديروا. انا فقط كما قلت لكم نحب الفصوص يجيني يعني على فص باش يجي الكاريه يعني ويجي بالطول. في هذا الاثناء نقطعوا البطاطا تاعنا نحطوها كامل في هذاك الماء البارد. هنا الماء البارد يعني خليها شاده روحها، وما نساوش باللي كذلك ما راحينش نملحوها، يعني نحطوها فقط في الماء البارد. هكذا نكمل نقطع البطاطا تاعنا. هاد البطاطا يعني تقدري تحضروها من قبل، مثلا في عيد الاضحى، يوم عيد الاضحى ان شاء الله تقدري تنوضي الصباح بكري تحضريها، حتى ولا قعدت لك ساعتين ثلاثه ما فيها والو، يعني راح تقعد لك نفسها وتجيك ما شاء الله. انا هنا تقريبا خليتها ساعه. اذا هنا نروح نديرو هذيك البطاطا في الماء البارد هكذا، نعومها بالماء ونروح نزيد نقطع البطاطا اللي قعدت هكذا. نقطع كامل البطاطا تاعنا. يعني البطاطا من الأحسن كذلك أن نحضروها دائما، نقطعوها نحطوها في الماء كي يجي الوقت نقلوها باش نستهلكوها ساخنة. البطاطا دائما نحبوها سخونة. هكذا نكمل نقطع البطاطا تاعنا ونروح نحطها كامل لداخل هذاك الريسيبيو، نحطوها لداخل الماء بارد كما قلت لكم، ونخلوها أقل شي ساعة باش تطلق كامل هذاك النشا تاعها، لأنه في الأخير رايحين نضيفوا لها هذا المكون هكذا. شوفوا كيفاش نغطيها ونخليها ساعة اقل شي كما قلت لكم. بعد ما تجوز ساعة نروح لهنا نقطر هذيك البطاطا تاعنا. انا جبت لهنا كسكاسة ونحط البطاطا ونبدا نقطر فيها. شوفوا هنايا انا قطرت فقط يعني اللي المقله الاولى اللي راح نقليها هكذا كما شفتوا، ما فيهاش الملح وما رايحينش نحطوا لها الملح حتى للاخير. نقص شويه لاني جات يعني بزاف شويه. اهم حاجه كذلك حبيباتي، هاد البطاطا نقطروها مليح، تقدري تحطيها كذلك فوق منشفه يعني طرشونه تكون نقيه وتنشفيها مليح، ولا تحطيها فوق بابي باش تمتص كامل هذاك الماء. وعلاه ما نحطولهاش الملح في الاول؟ لانه رايح يعصر لها الماء تاعها وما راحش تنجح معكم هاد الطريقه. شوفوا هنا المكون اللي راح نحطوا لها،
أنا هنا راح نحط لها ملعقة مايزينا، يعني في كل مقلة نطيبها نحط ملعقة أكل تاع مايزينا. صدقوني راح تعطي لها واحد القرمشة على برا والطراوة في الداخل وتجي ما شاء الله. يعني أنا جربتها أول مرة ديما وليت نطيبها نعتمد غير هذه الطريقة. هنا بعد ما حطيت لها ملعقة تاع مايزينا، شوفوا لو كان تكون شمخة هذيك البطاطا راهي تتعجن لكم على هذيك. باش تغلف كل فص بطاطا يتغلف من الأحسن تكون البطاطا تاعكم ناشفة. بعد هنا ما خلطتها مليح، عندي هنا مقلة شرط نحطوا فيها زيت غزيرة، يعني زيت بزاف، ونروحوا نحطوا هذيك البطاطا تاعنا لداخل هكذا. انا المقله بعد ما سخنت خليتها على نار متوسطه، نجي لهنا هكا نستفها كامل داخل المقله بالزيت باش طيب لنا مليح. نخليها على نار متوسطه هكذا حتى طيب ويدخلها طيب مليح. مره على مره نجي لهنايا نحرك البطاطا تاعنا ونقلبها. هنا حبيبتي ولا استعملتوا يعني المقله تاع الشبكه اللي نطيبوا فيها كذلك الفريد، تقدروا ما تقلبوهاش، راهي طيب لكم من تحت ومن الفوق. لكن انا استعملت هنا مقله تاعي عاديه، على هذيك راني نقلب فيها هكذا مره على مره نحركها ونقلبها باش يجيني لون موحد. هنا بعد ما طابت البطاطا تاعنا شوفوا كيفاش ولا اللون تاعها، يعني انا حبيت لها هذا اللون. تقدروا طيبوها صفرة كيما تقدروا تزيدوا تحمروها شويه. شوفوا هنا كيفاش تجي، يعني تجي واحد القرمش على برا راهي شد روحها والداخل طاريه ما شاء الله. نروح لهنا نقطر كامل هذيك البطاطا تاعي. تقدروا كذلك تحطوها فوق بابي باش يمتص كامل هذيك الزيت. انا هنا نقطر البطاطا كذلك نروح نضيف. كنت نشفت الكميه اللي قعدت لي، ضفت لها كذلك ملعقه مايزينا نزيد نحطها لداخل المقله. بعدها ان شاء الله نتلاقاو في التقديم. هنا بعد ما وجدت البطاطا تاعنا شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. انا هنا كما قلت لكم في الاول ما ملحتهاش، رايحه نملحها دركا، يعني بعد ما طابت وهي ساخنه نرش عليها الملح مليح وريحه تمتص داك الملح وتجيب لينا ما شاء الله. كذلك كنت رشيت عليها شويه فلفل عكري حار، راح يعطيها لون وراح يعطيها ذوق بزاف شباب. هذا كذلك اختياري، اللي ما يحبش لوغو تاع فلفل عكري والحار يقدر يستغنى عليه. شوفوا هنا البطاطا تاعنا كيفاش تجي ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه وتجربوها صدقوني لانها من اروع ما يكون. راح تكون هذه البطاطا على برا يعني مقرمشه ومن الداخل طريه وبنينه ما شاء الله. في نهايه الفيديو ان شاء الله تكونوا كامل تبعتوا هذه لاغوسار، جربوها في هذا العيد ان شاء الله. الى الملتقى ان شاء الله.